نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله بالمتابعين. اليوم بسوي لكم الباستا ومختصرة لكم قوة. حطينا مكرونة وهذا الزيت، ماء وزيت وملح. هذا طريقة سلق المكرونة. نبي نسلقها الحين، أوريكم طريقة اللي هي مقادير الباستا. هذه هي. الدجاج تقطعونه على حسب الرغبة. أنا مقطعه تقطيع صغير زي المقلقل. عندنا بصل أخضر وعندنا بصل عادي وعندنا معجون طماط ملعقة كبيرة وكريمة الطبخ. هذه اللي بيحط، انا حطيت كاري. اللي بيحط يحط، لان البهارات عادي تحط اي شيء يعجبك، ما في شيء ممنوع بالطبخ يا جماعه. الزيت تعزيز للزبده عشان ما تحترق، يعزز له عشان ما تحترق. هذه زبده تقريبا ملعقتين كبار، والزيت يمكن ملعقه تقريبا او بالنسبه للدجاج نحطه بشبك زي هذه مشخل، ونشخل الماء عشان ما يبقى وما ابد مثل ما تشوفون الماء، عشان النزله وهي نبي نتخلص من الماء اللي داخلها. هذا الدجاج ونزلناه الحين نفس طريقة مقلقل. ما تغير اللون ننزل البصل ما ينزل بالبداية عشان ما يعطيها بعد ماء، لأن البصل ماء والدجاج يطلع ماء، نخليه بآخر شيء البصل. حطينا معجون الطماط ملعقة واحدة يا جماعة، ولازم يطبخ طبخ زين. معجون الطماط لازم يطبخ طبخ زين. نقول مثل ما تشوفون نحط البصل الخضر يعطي طعم غير شكل. جربوا بالبصل الخضر. وهذا المكرونة عقب ما كبينا الماء منه، طبعا الماء كله نشا، نتخلص من الماء وبعدين نحطه على هالكمية هذه. مثل ما تشوفون متابعين حطينا مكرونة. طبعا الملح ما نحط ملح الا بالاخير نذوق، لان احنا مالحينه بالبداية وحاطين عليه زيت سلق. والحين جاء دور البهارات. مثل ما قلت البهارات اللي تمشي معكم حطوها، كل شيء ماشي مع البهارات، كل شيء يمشي. تشوفون متابعين الريحة بالحين خيال. جربوا هالطريقة وشوفوا. والحين جاء دور ايش؟ كريمة الطبخ. ما شاء الله لا اله الا الله. بالحين الصراحة لا تفوت. وانتهت مكرونتنا بالجبن السائل. طبعا هذا كله على حسب الرغبة. هذا هو الجبن هذا اختياري، وكريمة الطبخ اختياري، وعلى ما قال النكهة والريحة خيال. وهذا الطبق وخلص المكرونة. وجربوا الطعم والنكهة وريحته، يكفيكم الريحة. جربوا الطريقة وبالعافية.